السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا قاعدين بقى كده دلوقتي وعايزين ناكل حاجة حلوة، فقعدت افكر لهم اعمل لكم حاجة حلوة. ايه؟ مش جاية في بالي حاجة حلوة خالص. لسه كنا عاملين جلاش واللي هو الجلاش بالبسبوسة وكيكة وكده، فاعمل لهم حاجة حلوة. ايه ضربت في دماغي بقى اللي انا اعمل قطايف، فتيجي نعمل مع بعض قطايف. يلا. هنجيب الخلاط، اسهل حاجة في الخلاط هي ممكن تعمليها بالمضرب السلك او مضرب الكهربائي زي ما انتوا عايزين يعني. وممكن الخلاط، وممكن هتمشي معاكي برضو حلوة قوي بالمضرب السلك يعني. احنا حطينا كوبايتين دقيق، وادي ربع كوباية دقيق. هنكمل النص بمعلقة نشا، معلقة كبيرة هرمية كده. النشا بتخليها كريسبي كده ومقرمشة كده. هنحط يا دوبك ذرة ملح، حاجة بسيطة كده، وذرة فانيليا، يعني باكيتين فانيليا كده. هنحط المية بقى، هنحط كوبايتين، انا هحط 3 بس دلوقتي هحط كوبايتين لو لا. وحضري التالتة حسب دقيقك برضو. حضري التالتة، احتاجتها نحطها، ما احتاجتهاش خلاص. بس انا هنا هحط 3 كوبايات على كوبايتين ونص دقيق بالمعلقة النشا. هنحط 3 كوبايات. هنضرب ضربة بالخلاط كده، ولو مشيت معايا مشيت، يعني مشيت معاكي خلاص يبقى الدقيق بتاعك كده مية مية. ما مشيتش يبقى حط الكوباية التالتة، بس ما تحطهاش إلا لما تكوني ايه محتاجة. احنا لسه ما حطيناش الخميرة، هنا هنحطها. انا مالية الكوباية التالتة اهي قدامكم اهي. هحطها برضو الدقيق احتاجها هحطها. يعني الخميرة بقى عشان الدنيا يعني الجو حر، هنحط معلقة وربع كمان كده. دي المعلقة دي صغنونة بس بتاعت الشاي، مش كبيرة. معلقة والربع. ونحط الكوباية التالتة بتاعت المية كده بقى. المقدار بالظبط يبقى 3 كوبايات مية على كوبايتين ونص دقيق، النص كامل بمعلقة النشا الهرمية الكبيرة، وذرة فانيليا، ومعلقة وربع خميرة، ورشة ملح. هنحطها هنا. بص سايلة ازاي وناعمة ازاي. ولا عايزة تصفيها صفيها برضو براحتك، بس هي مش يعني انا لقيتها مش محتاجة ان هي تتصفى. هي زي عجينة الكريب كده، مقاربة لعجينة الكريب. مش هتاخد معانا بصي يعني حاجات بسيطة قوي، بسرعة كده في السريع وانتي واقفة كده. الحاجة عندنا طبعا، عندنا ربنا يبقى عندكم الخير دايما يا رب. بيبقى عندنا الدقيق، احتاجت مية، كيس الخميرة ومش هناخده كله، باكيتين ولا باكيت واحد فانيليا. بس حاجات بسيطة كده في البيت. اشيل بس اللي قدامي ده مش عارفة اتحرك. اغطيها بكيس بلاستيك او ستريتش، واغطيها تاني بفوطة، واسيبها بقى على جنب. طبعا بقى اسيبها على جنب، الدنيا حر فهي هتخمر بسرعة، هي مش هتاخد معانا. ف يعني مش هتاخد وقت ان شاء الله، عشان الدنيا حر، الجو حر اوي في المطبخ برضو، الجو حر. حر بقى. بمناسبة الحر، عملتي بنوتي كانت عاملة كركديه، قلت نعمل كوبايتين كده نحط فيهم تلج انا وهي. هي بتديني الشفشق، كانت بتدوب لي السكر. انا كركديه دوت بشغليه. انا حطيته وحطيت عليه يعني اديته شطفة كده، وحطيت عليه مية وركنته على جنب. يا دوبك لونه بقى، هو الكركديه حلو نوعه حلو. رحت حطاه في التلاجة سقع شوية، حطيت عليه السكر وتشربي وانت واقفة كده وانتوا قاعدين يعني في الحر ده بالليل. جميل. هو الكركديه معروف هو بيكرر الدم يعني وفوائده كتيرة. طبعا انا مش هفتي في حاجة، بس انا اعرفه ان هو كرر الدم وللانيميا، معرفش اكتر من كده. هحط حبة حاجة ساقعة اللي هو سيفن اب او سبرايت زي ما انت عايزة. هو الاتنين حلوين. انا مكنتش انا بشرب الكركديه كده سادة، فبيني وبينك كنتش عايزة احط. فبنتي قالت لي والله يا ماما ده يبقى طعمه جميل، طب جربيه كده. جربته بصراحة لقيته طعمه حلو. هو لحد التلج والكركديه كان فيه فايدة، معرفش اول ما حطيت الحاجة الساقعة بقى فيه فايدة ولا لا. هنا نقف بقى ساكتين على بال ما تخمر شوية، نعمل المهلبية. المهلبية معانا انا طافية العين، انا مش مولعاها،
مش مشغله النار يعني. ده كيس لبن بخيره. هحط اللبن كل مقدار اللي تحبيه برضو، يعني على قد ايه، على قد لو انت هتعملي حاجه تانية يعني هتحشيها حشو تاني جنبيها، ما تكتريش لانك انت بتاخدي حته صغنونه قوي عليها. يعني جوه وحده القطايف بتاخدي حته صغنونه، ما بتاخديش كتير. 3 معالق نشا على كيس اللبن بخيره، 3 معالق نشا هرميين كده. يعني ادوبهم شويه كده، بس هحطي 3 معالق سكر. عايزه تحطي سكر حطي، مش عايزه خلاص. انا عن نفسي في الكنافه انا ما بحط السكر، في اللي هي المهلبيه اللي هي قشطه الكدابه دي انا ما بحطش السكر خالص. بس في القطايف قلت ايه، يعني احط حاجات بسيطه كده. المقدار ده برضو على كيس اللبن بخيره، طبعا مش هيبقى مسكر، بالعكس هيبقى دلع. بس ان هو ايه يعني ما بخلوش عادي قوي. ادوب بقى كده. انا ولعت النار كده، ولعتها باين ولا لا؟ اكيد شغلتها يعني. ايدي فيها بقى ما سيبهاش عشان ما تكتلش منك ولا حاجة. وعامة برضو لو كتلت ما تخافيش، سواء المهلبية او البشاميل كتله منك، تحطيه في الخلاط وحط عليه كوباية لبن، هيبقى معاكي زي الفل، احسن كمان ما ايدك فيه. بس ان شاء الله ايه ولا يكتل ولا حاجة. ايديكي مادام ايديكي في الحاجة خلاص. هي بصي تقلت ازاي، هي هتبرد تتقل كمان. انا حطيت حبة فانيليا وهي هتتقل تبرد كمان، ما يجراش حاجة. خليها تتقل زي ما هي كده، عشان احنا هناخدها الحتة بحتتها في المعلقة عشان نحطها في القطايف. ما ينفعش تكون سايحة كده زي مثلا بتاعة الكنافة. ما ينفعش تكون سايحة كده لان هتخرج من هنا ومن هنا يعني مش هتسلك معاكي، وفي النار هتفتح منك وكده. فهي بتبقى ماسكة كده، ما بتبقاش ناعمة طرية. هنجيب صينية بس ما يكونش بتلزق. انا ما عنديش صينية اللي هي بتاعت الكريب، فحطيت صينية عادية. هي الجرانيت ده يعني نوع نضيف ما بيلزقش. يا دوبك يعني مسحة كده، نقطة دقيق. اللهم صل على النبي، اسفة. زيت ومسح بالمنديل، وما كررهاش تاني، هي اول مرة بس. هنا بنحط واحدتين اللي هما بيبقوا الضحية اللي احنا بعد كده بنرميهم. بس والله ولا رميتهم ولا حاجة، هما زي ما هما. يعني خليتهم مع يعني، بصي هم قفشوا ببعض كده بس انا سلكتهم. بس بسلكهم يعني عادي يعني، فاهمه. وبيفضلوا يعني ما انا مرمتهمش يعني زي ما هم كده، انا مرمتهمش. بالعكس والله اشتغلت بيهم، ما فهمش حاجه يعني. بس هي بتيجي معاكي بقى واحده كبيره واحده صغيره. بس انا بصراحه يعني لاخر الفيديو انا اتعمدت ان انا اكبر واحده واصغر واحده، فاهمه. وهتعرفوا في الاخر ليه يعني. بس هم ما خدوش معانا يعني حاجات بسيطه قوي. بالنسبه للنار انا ولا معليه او ولا موطيه، يعني وسط. وال وال الصينية او الطاسة تخليها تسخن الاول، تسخن قوي. وزي ما قلت لكم مسحة زيت كده، وما بكررش مسحة الزيت تاني، هي اول مرة بس. بص مجرد تعرفي ان العجينة بتاعتك يعني ناجحة وكويسة، تطلع الفقاقيع دي كده فوق الوش، اعرفي ان هي كده مية مية مستوية يعني، مظبوطة معاكي وكل حاجة. واول ما تعملي كده اعرفي ان هي بتستوي معاكي، يعني اول ما تبقلل معاكي كده تعرفي ان هي مستوية. بصي تطلع معاكي هوا كده. دي بصي استوت. معلش على الاضاءة كده مش مبينة قوي، بس هوريها لكم تاني برضو. احنا بقى نجيب حاجة نطلع عليها. بصي لونها جميل وريحتها والله اجمل. طبعا بتاعة الشارع ولا بيحطلك فانيليا ولا بيخدموها زي ما انت بتخدميها كده في بيتك. انا ساعات كنت بحط عليها لبن بودر، بس بصراحة ما عنديش بطعم العجينة زيادة يعني. واللبن البودر برضو بيطريها قوي. انا والله ولا واحدة حتى رميتها، ولا واحدة. يعني كله اتعمل اللي في الشفشق ده كله، واتعمل وطلعوا زي الفل. واتاكلت لاخر واحدة. يعني في الطبيعي اللي بجيبها من الشارع والله ما بناكلها كلها، لازم ارمي منها ايا كان بقى انا حاشيها ايه. بس دي الصغننة ودي الكبيرة قبليها. انا بوريكم ان هي بتتني معايا عادي طرية. هي بتبقى مقرمشة من بره كده وطرية ايه من جوه. اغطيها برضو عشان ما تنشفش منك، واللي تطلعيه تحطيه في الصينية وترجعي تغطي تاني. بصي لونها عامل ازاي في ساعتها كده يعني، فمش هاخد في ايدك وانت واقفة بسرعة بسرعة كده. اهم شيء الطاسة اللي تحطي فيها او الصينية ما تكونش بتلزق حاجة، تكون
الخامة بتاعتها حلوة كده، يعني بتزحلق كده، ما تكونش وما ينفعش في ألمونيا عشان تبقوا عارفين، ما ينفعش في ألمونيا خالص. الكبيرة بتنفع معايا والصغيرة هوريكم بتنفع معايا، يعني هوريكم الاتنين. عملت والله من كل واحد، عملت كبيرة وعملت صغيرة وعملت وسط، والتلاتة نفعوني وفعلا يعني مشيت صح. هوريكم في الآخر أنا يعني وصلت ليها حطيت فيهم ايه وايه، هتشوفوا معايا. بص بتتني ازاي، لونها جميل والله. ولادي بقى يعني كل واحد اديته واحدة كده يدوق، كلوها كده من غير ما حشيتها ولا حاجة، قالوا لي طعمها جميل يا ماما. العجينة نفسها طعمها حلو، كفاية ان هي من عمايل ايدك برضه. يعني هم قالوا لي قطايف يا ماما واحنا في رمضان تعملي لنا قطايف. قلت له بقى هو شرط رمضان بقى ولا اي حاجة؟ حاجة حلوة وخلاص، هي دي بقى صراحة ربنا يعني اللي جت في بالي. بس كلوها وعمالين ايه، تسلم ايدك تسلم ايدك والله جميلة. فانتي وانتي قاعدة كده اهو، بص كوبايتين يعني ما خدوش في ايدينا ثواني، يعني واحنا واقفين في المطبخ ما خرجتش والله من المطبخ. اهو خلصتهم، بصوا السرعة. خلصتهم. ادي دول الوسط، واحدة صغيرة وواحدة وسط. هوريكي من الكبيرة، ادي الوسط وادي الكبيرة. الكبيرة دي بصي بقى، كلهم جمال يعني، كلهم صراحة ربنا يعني ما فيش حاجة فيهم تعبتني او والله هتشوفوا وانا بقلي، ولا دي وسط، اللي على اليمين دي وسط، وعلى على الشمال معرفش بقى عندكم هتبقى في الكاميرا ايه. واللي على الشمال صغننة دي آه صغنون. بصي بقى المهلبية بتتقطع ازاي، ما ينفعش بقى تتعمل سايحة، يعني هي هتسيح، يعني هي في النار والعسل هتسيح، مش هتبقى جامدة كده، بس وانت بتحطيها لازم تكون جامدة كده. ما ينفعش تسيح منك او تخرج من هنا وهنا، اصلا يعني العجينة مش هتقفل معاكي، وغير كده هتضايقك، وكمان لما تحطيها في الطاسة هتفتح معاكي. فلازم تكون المواد اللي فيها يعني ايه، الحاجة اللي انت حطيتيها جواها تكون ماسكة شوية. دوت عندي حاجات فايدة بقى من رمضان اللي يعجبكم، ده لوز على بندق على عين جمل على زبيب على جوز الهند. دي حاجات فايدة من رمضان، انت لو عملتي حبة زبيب على جوز الهند على سوداني والله هتبقى زي العسل، تبقى طعمها جميل. ما تكلفيش نفسك يعني بحاجات بسيطة كده. دي الكبيرة بقى، بص الكبيرة بقى اتعمدت انقي الكبيرة احط فيها شوكولاتة. ليه بقى؟ الشوكولاتة طبعا انتوا عارفين انها بتسيح مع السخونية، وهتسيح مع سخونية الزيت فهتخرج من هنا ومن هنا. اما لو يعني لو هي يعني واحدة حتة الشوكولاتة في القطايف واخدة راحتها كده مش هتخرج ولا حاجة. بصي حلوة ازاي. الكل بقى الكبيرة انا حطيت فيها الشوكولاتة، الوسط حطيت فيها المهلبية، لان المهلبية برضو هتسيح، فانا حاطة برضو مش مكترة، فحطيت ايه فيها المهلبية الوسط. اما الصغنونة عادي حطيت فيها المكسرات، طبعا المكسرات مش هتسيح هتفضل زي ما هي، عشان كده ايه اتعمدت اللي انا ايه الوسط للمهلبية عشان برضو هتسيح. الكبيرة للشوكولاتة، الشوكولاتة بتسيح اكتر واكتر، المكسرات ما بتسيحش، فعشان كده عملت ايه في الصغيرة. الواحد بيقف في المطبخ كده والله مع نفسه كده يقعد يألف كده. معلش الإضاءة كده، حاول اظبطها تاني. بصي الزيت، طبعا الزيت ده نضيف، لازم يكون زيت نضيف، ما ينفعش زيت اكون قليه قبليه حاجه ولا بعديها اقلي حاجه. ليه بقى؟ لان هي فيها فانيليا، فريحه الفانيليا طبعا دي حاجه حلوه، ريحه الفانيليا بتفضل في الزيت. فطبعا ولا برضو برمي الزيت، انا ما برموهوش، انا بشيله عندي في ازازه او مرطبان واشيله عندي، واما اعمل مثلا صوابع زينب، اعمل بلح الشام، اعمل كده اروح مطلعه الزيت ده. انما هرميه لا، مش هكدب عليكم مش هرميه طبعا، حرام. اعمل صوابع زينب بقى، بلح الشام، آه، ابو غاشة، الحاجات دي بعمله بيها واخد برضو طعم الفانيليا، بتبقى ريحته جميلة لان هي حلويات. بصي مش هتاخد في ايدك ثواني. انا جبت الصينية دي عشان احط فيها واطلع فيها واحط فيها العسل، اخد راحتي كده يعني، تاخدي راحتك، حاجة تكون واسعة كده تاخدي راحتك عشان تعرفي تقلبي القطايف حلو. اللهم صل على النبي. انا عندي دوت اللي في الكزرول اللي هناك دوت عسل، انا بيبقى عندي عسل في التلاجة، ببقى شايلاه وقافله عليه مرطبان كده،
واطلعه لما اكون عايزاه بطلعه، احط عليه فانيليا وكل حاجه. فبعمله وبشيله. فما شيلش هم العسل ولا انا لسه هعمل ولا حاجه، لا. بعمل لما اجي اعمل بعمل بزياده. يعني انا شويه العسل دول خدتهم للقطايف، عملت غيرهم وانا واقفه، حطيتهم برضو في المرطبه، سنتهم ما بردوا وحطيتهم في التلاجة. بيبقى عندك العسل جاهز بقى، حابه تعملي صينيه جلاش، صينيه كنافه، تعملي قطايف زي كده، صوابع زينب، اي حاجه لو هي على الكنافه. كل واحده كل حاجه طبعا وليها العسل بتاعها. يعني لو كنافه طبعا بعسلها تخين شويه، فانا بزوده سكر، بيتقل معايا. يعني في كل حاجه وليها حلها. انا طفيت على العسل، ادي حطيته في الصينيه، يا دوبك بقى على بال يعني ما اقلب دوت في العسل يعني وكده، اطلعه يكون اللي في الطاسه اتحمر. حطيت طبق ومصفى وتحتيها طبق، واطلع فيها بقى تنزل ايه الزياده. والله كان طعمها زي العسل، جوه ناعمه كده وبتدوب في بقك، وبره مقرمشه كده تعمل صوت. يعني حاجه مش قادره اقول لكم على الجمال. اصلا يعني طول شهر رمضان والله انا ما كنتش بشتري، انا بشتري يعني بعملها في البيت، ما كنتش بشتري من الشارع. غير كده ما كناش بنعرف ناكلها. انا عايزه اوريكم بس الشوكولاته، بس هي سخنه، استنى تبرد واوريها. لان ما بنلحقش ناكل حاجه حلوه. يعني بعد الفجر كده اقول لو الواحد ياخد واحده قطايف ياكلها، نبقى قاعدين كده نفتكر احنا ما لحقناش نحلي اصلا. فكان نفسنا ان احنا ناكلها صراحه ربنا يعني سخنه كده. فطبعا بعد الفطار بعملها، ما بيكونش لينا نفس اللي احنا ناكل، فبضطر ان هي تبرد، فبضطر ان احنا بناكلش منها. زي مثلا زي ما عملت الكنافه كده، القطايف كده النهارده. بصي هي سخنه، معلش مش عارفه امسكها. بصي الشوكولاته سايحه بقى. بصي بقى لو كانت بقى القطافيه صغنونه او حته الشوكولاته كبيره هتسيح وتطلع بره. بصي ولا واحده، والله ولا واحده يعني خرج منها الحشو، ايا كان الحشو والله ما خرج منها. بصي اللون اللي يعجبك بقى، انت عايزه تتكي عليها زي ما انا اتكيت اول مره كده، عايزه تطلعيها جولد كده، الاتنين حلوين. يعني الاتنين حلوين، ولا مش محروقه طبعا ولا حاجه، الاتنين حلوين. ففي رمضان ما كناش بنلحق صراحه ربنا ناكل حاجه حلوه خالص. دي بقى كانها سخنه، بالعكس بقينا نتدلع فيها كمان. بس بالرغم برضو ان ولادي كانوا صايمين صابحين صايمين. يعني انا ما بدأت فيها كده كانت الساعه 2، يا دوبك يا عيني كلوا منها كده ومرضوش يتسحروا وكلوا منها، وكل واحد كوباية حاجة ساعة وخلص. هو ده السحور بتاعهم. دي المهلبية، بصوا عاملة ازاي، دي ناعمة من جوه جميلة ازاي. بصي بس انا مش عارفة بس اتك عليها عشان سخن. طعمها جميل جميل. اديني خلصتها كلها اهو. دي الكمية اللي طلعتها، حاجة بسيطة وحاجة بكوبايتين دقيق. يعني بصي كلتي حاجة حلوة وانت قاعدة. دي المهلبية، ودي الشوكولاتة اهي بردت شوية، بس بص برضو الشوكولاتة سايحة من جوه. يعني هي بردت وبرضو الشوكولاتة سايحة من جوه. شكلها جميل والله، وريحتها بقى مش قادرة اقول لكم. بحط حبة جوز الهند كده عليها شكل بس من فوق الوش كده. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم، ويا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. ولو اي حاجة يعني عايزين تسألوني فيها انا معاكم، بس بفرح قوي يعني اما تعملوا لي لايك. ويا ريت تشتركوا في القناة. متشكرة قوي، وبقول لكم لايك وشير وسبسكرايب. سلام عليكم.